بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفضل الأعمال هي الصلاة على محمد وآل محمد. يلا كلكم وياي صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. وهسه أقدر أقولكم شلونكم حبايبي، شخباركم؟ إن شاء الله تكونون بمليون ألف خير وانتو تشاهدون هذا الفيديو. قبل كم يوم زوجي كان رايح للزيارة، مثل ما جاي يشوفون هذا قبر السيد أحمد الغريفي اللي يعود نسبه إلى الإمام موسى الكاظم عليه السلام، والملقب بالحمزة أبو حزامين أو المعروف بالحمزة الشرقي. قلت أنزل لكم هذا الفيديو، هو بقت هدزة إلي، خاف عندكم حاجة تطلبوها من عنده، لأن يا بنات هذا السيد معروف ينطي بالمكان، يسموه أبو العمليات. مستحيل أحد يزوره ويطلب من عنده حاجة ويرجع خايب، سلام الله عليه. وما أعتقد أكو أحد منكم ما سامع بيه أو ما يعرفه. ويا بنات هذا السيد اللي يعود نسبه إلى الإمام موسى الكاظم هو عايش بالبحرين، وإجا للعراق هو وزوجته وابنه الرضيع حتى يزورون قبر جدهم الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف. واللي صار يا حبايبي، تعرضت لهم عصابة بذاك الوقت، أعتقد سنة 1592 ميلادي، وقتلوهم، ذبحوهم ذبح يعني من الوريد إلى الوريد. قصتهم يا بنات حيل مؤلمة وحزينة وتأذي النفس، يعني أنا قريتها دموع الصب تلقائيا وأنا أقرأ بيها، لذلك ما حبيت أتطرق لها هنا بالفيديو. تقدرون تبحثون بأي مكان، تكتبون قصة الحمزة أبو حزامين وراح تطلع لكم وقروها أنتو. بس حبيت أضيف لكم هذا الفيديو على مود شغلتين. أول شي حتى اللي ما شايف هذا المقام وما يعرفه ويروح يبحث عنه، والشي الثاني حتى يصير الفيديو بوجهكم، واللي عنده حاجة يطلبها من السيد، وإن شاء الله مقضية بحق محمد وآل محمد. وهسه تجيني وحدة تقول لي الحاجات تطلب من الله فقط. طبعا حبيبتي نعرف رب العالمين يقول ادعوني استجب لكم، بس هم وسيلتنا الى الله. احنا باي وجه نطلب من الله واحنا مليانين ذنوب؟ منو ما عنده ذنوب؟ بس اهل البيت معصومين من الذنب، لذلك نتوجه بيهم الرب العالمين حتى يتقبل من عندنا، يعني كأنما هم يطلبون الحاجة إلنا، هم يدعوا لنا حتى رب العالمين يقضي الحاجة إلنا. يعني شيء أشبه بالواسطة، أقدر أسميه هيك بالمصطلح الشائع العراقي. واللي ما تحتاج واسطة، واللي تريد تطلب من رب العالمين من دون ما تتوسط بأي إمام أو أي سيد أو أي شخص كائن من يكون، خلي تطلب حاجتها مباشر من رب العالمين، ونسأل الله لها قضاء الحاجة بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ووصلت لهنا ويا سبحان الله تذكرت بنية البارحة كاتبت لي فرقان ادعي لي بالذرية. بنات أريدكم كلكم اليوم تدعوا لها بالذرية، وإن شاء الله رب العالمين يرزقها الذرية ويفرح قلبها بحق محمد وآل محمد. حبيبتي دائما رددي ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كرريها باليوم 100 مرة 200 مرة قد ما تقدرين، ونسأل الله رب العالمين يرزقك الذرية الصالحة ويترس حضنك بطفل يملى عينك بحق محمد وآل محمد. ادعوا لها بنات، كلكم أريدكم تدعوا لها، لا تنسوها أبد. انتشر ملابس وشفت هذول البطات فقلت أصورهن لكم. هذيش وحدها ليش؟ يمكن زعلانة لو متيهة، وحدة من الثنين. يمكن كانت متيهة لو سريعة رايحة قبلهم. والله هذا موضوع فرقان صديق كذي. وهذا المنظر اللي قبالكم قدام المطبخ مالتي، وهذا شباك المطبخ مالتي. واخذني الكلام وما شرحت لكم شي عن الفيديو. بالبداية بنات كان غدانا كباب طاوة، كتبت لكم بيومها نزلت فيديو قصير باليوتيوب، ما اعرف شفتوه او لا، فصورت لكم فقط الهوسة ورا الغدا وتعزيل والتنظيف بعد الغدا. هنا بالليل كنت عاجنة بوقتها وكنت حابة يعني اسوي اي شي للعشاء، يعني جبن وشاي هيك شغلات، بس زوجي اشتهى كبسة فما اقدر اعوفها بنفسه، سويت له كبسة على السريع، يعني ركض بنات. كانت الساعة 8:30
على مود شنو اخلي التشريبة على النار واروح اخبز وياكم. وهسه حتشوفون كل شي بالفيديو. وهسه توني راح ابلش اطبخ الكبسة، اسوي التشريب بالعفو اول خطوة، وبعدين اروح اشنق واخبز وارجع لكم. ايش قلت اني اخبز؟ المهم اخبز. وللسرعة حطيتها حتى بدون ما يحمى الزيت. هاي نص دجاجة اصلا هواي علينا، احنا طرف يكفينا بس. يلا وهسه نخليها تعيش حياتها ونروح نشن. أبلش أشنق وياكم بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. الصغيرة نكبرها يعني ماكو كل إشكال. من بعد ما كملت تشنيق العجين طلعت برا واخذتكم وياي على اساس اشوفكم يعني طريقتي بالخبز وهيج امور، بس ماكو حد يصورني للاسف، لذلك خليت الستاند وصورت لكم هل اقدر عليه. وبسبب التصوير رح ترقن خبزتين عندي، شوفتكم طبعا ما قصيت الفيديو، شوفتكم الخبزات. المهم حبايب كملت ورجعت للمطبخ مثل ما جاي تشوفون. استوت التشريبة وخليت الملح. هسه حطلع الدجاج وحمسه. عندي زيت قليت بيه الكباب الظهر، فشنو ما اذبه ما يصير، راح اسوي بيه كبسة الدجاج حتى شنو تصير كبسة بطعم الكباب او كباب بطعم الكبسة، يعني كيفكم. هنا التشريب اكيد فرغت منه، اخذ بس اللي يكفيني اطبخ بيه تمن. ماما خلي اسولف. فهسه نحمس. خليت التمن خلي له شوي ملح، هاي شوية يعني لا عباد. نخبط. شاف لحيت انا. جاية جاهز حتى اصوركم مو شلون كان. هنا بوقتها زوجي كان واقف يمي قال لي يا يمه هذا هواي الزيت خليتي على التمن، قلت له معا لرفع الضغط والسكر. النصي على 5 درجة. طبعا كنت اصور لكم وما منتبه التصوير ظلمة، كنت مشغلة ضوء واحد. هسه شنو نهيئ الرقية للعشاء. شو مبينة طيبة رضوق. ما شاء الله خوش رقية.
يلا حضر الغدا يا غدا، حضر العشاء. كملت الرقية هاي حتبقى الباكر، يعني اذا قدرت تقاوم الباكر اكيد يعني تخرب. هنا حضرت النومي والبصل، اكيد يعني لازم اذا كبسة لازم بصل، حتى لو دنيا الليل يعني اذا متنا الله يرحمنا. وهنا بلشنا وياكم يوم جديد وفيديو جديد. هذا الفيديو مال هاي الجمعة، يعني مال اليوم، وإن شاء الله الفيديو جاي أمنتج بيه هسه الساعة 3:05 إن شاء الله. نشوف شو وقت ينزلكم. هو اليوم جمعة والفيديو صورته يوم الجمعة، فإذا نزل اليوم معناها راح ينزل لكم حار بحار، وإذا ما نزل فاعذروني أنزل لكم بغير يوم. المهم بنات، قعدت الصبح بوقتها كان زوجي رايح للسوق وجايب لنا هذا المسواق مثل ما شوفتكم، وهسه راح اعزل المسواق وياكم وبعدين ارجع اتريق واريق بناتي واكمل باقي شغلي. وعلى اساس بهذا اليوم بيت عمي عازميننا على القرايه، عندهم قرايه العصر الصادف، بس هم قالوا لنا تعالوا من وقت يعني غداكم يمنا، فشنو متفقين انا وامي من الليل من البارحه انه نروح سويه للقرايه. فهي ايش قالت لي نروح براحتنا نصلي الظهر ونكمل ونروح. فقلت أنا مسيطرة يعني ما عندي شي، فما قعدت من وقت، قعدت الساعة تقريبا 9:30 10 هيك قلت لكم. قعدت لقيت زوجي جاي من السوق وجايب لي هذا المسواق، ففتحت التليفون لقيتها مراسلتني 7 الصبح. أدري يعني مراسلتني 7، تدرين بيا ما أقعد 7، مراسلتنا حتى تبرر ذمتها، هي تدري بيا كل زين أنا ما أقعد 7، وأصلا نهائيا ما أفتح التليفون بهيك وقت. المهم خابرتها كانت تقول لي أنا رحت للقراية. حلقة بس نغسل بيها نمسحها اليوم حتى يصير الهواء تشتغل براحتها. اكو بنية بالتعليقات كاتبت لي جيبي غسالة اوتوماتيك حتى ترتاحين من الغسل. بنات هاي ايش بيها يعني، تفي بالغرض ما مسوية شي، بالعكس أنا حيل أحبها وأحب شغلها يعني، وتنظف الملابس. بعد أنا ما مجربة الأوتوماتيك، بالمستقبل ما أعرف حجيب أوتوماتيك أو لا، ما أعرف. أول شي اعذروني حبايب عدت دندن لأن اليوم قاعدة من الصبح هاي القصيدة ببالي، وين ما أروح جاي أردد بيها، فإذا سمعتوها بالفيديو أكثر من مرة غلسوا. ومثل ما شفتوا دام أم عافتني وراحت تتغدى عند عمامي، فش اسوي امر لله، قعدت سويت الغداء. فقلت شنو دامني ما رايحة المكان وضالة بالبيت، خليها منتج لكم الفيديو وانزل لكم اليوم ان شاء الله تعالى.
وهنا حضرت كل شي وياكم، حبيت أشوفكم كل التحضيرات، وكمل غدانا بخير وسلامة، وسهمكم مليون عافية حبايب. وحتى لو الدنيا محترقة ودرجة الحرارة فوق 50 لازم نشرب شاي ورا الغدا، بعد عراقيين معروفين بهاي السالفة. هنا صبيت شاي الزوجي، وراح أراويكم القنبلة اللي مفجورة بالمطبخ. طبعا بنات من بعد هاي الهوسة أكيد لازم ننظف ونعطر، ومن بعد ما نظفت كل هاي الهوسة وقلت خلي أروح أرتاح، اجتني دوقتي كان نقول ماما جوعانة سوي لي معركانة، هي تسميها معركانة. المهم بنات يعني أني طول فترة الغداء توسل بيها، بس أكل شوية تمن وسمكة ما تقبل ما تاكل، هيك خلت شوي سمكة بحلقها. وها هي ما أعرف كل الأطفال هيك لو بس بناتي، يعني بناتي شالعات قلبه حيل نهائيا ما تقبل تاكل، يعني إذا أكلت شوي تمن ومرقة غيره ما تحب، ماكو هيك حيل متعبتني وشالعة قلبي بهالسالفة. وهنا أمي أخذت لي كم لقطة من غداها ببيت أعمامي، نقولهم مأجورين إن شاء الله، ثواب الواصل بحق محمد وآل محمد. مع السلامة.